ازيكم يا امارات عاملين ايه؟ تيجوا بقى اقول لكم ازاي نعمل القرنبيط بطريقه مقرمشه. سامعين؟ طريقه حلوه جدا هتعجبكم، هتعجب الاولاد عشان ما بياكلش القرنبيط. يلا، هي الطريقه المقليه بس احنا طبعا لازم نغير في الطريقه ونعمل حاجه جديده. يلا نقول بسم الله ونجيب قرنبيطايه صغيره كده يا جماعه، هو الموسم بتاعها وهي لسه نازله، هتلاقيها متوفره كتير، ممكن نلاقيها غاليه شويه بس لا يعني ايه، شويه كده وتملى السوق هتلاقوها سعرها كويس قوي. انا بقى يا جماعه النهارده اعملها لكم بتتبيله وطريقه حلوه قوي تخلي اولادكم يحبوها، كانها يعني كورن فليكس بقى وحاجات كده قرمشه قرمشه قرمشه، يعني يحبوها جدا ولذيذه وهتبقى مفيده جدا، خضار وبيض ولبن وخضره. انا هقطعها اخليها زي الورد كده، ايه، قطع صغيره زي ما انتوا شايفين كده. انا عايزاها صغيره مش عايزاها كبيره. احنا كان افتكر ان كان جدتي تقليها كبيره كنا بناكلها قطعه، دلوقتي لا، احنا نعملها الصغير ده تبقى احلى وتبقى مقرمشه جدا، متبقاش حته طريه مهما تقعد عندك هي هتفضل مقرمشه. بصوا يا جماعه لو كبيره بصوا بخليها ايه صغيره، وبقطع الحته اللي فوق دي، ولو عايزينها برضو الحته الجدر اللي فوق دي عادي جدا ممكن تسلقيها على فكره، بس انا ما كانتش كبيره قوي لان كنت منقيها مفرعه ورق كبير او حلو كتير قوي، فما كانش فيها جذع كبير قوي. بصوا كانت جميله الصراحه، هو لسه نازل وانا بحبه جدا الصراحه، مين بقى بيحبه زي. ويا جماعه عايزه افكركم بقى اللي ما اشتركش يشترك، واللي اول مره يشوفني يقول لي بيتابعني منين، واعملوا بقى سبسكرايب وفعلوا الجرس كده، اكتبوا لي في كومنت حلو عجبتكم الاكله والطريقه بتاعتي ولا ايه. عايزين بقى اوريكم، بصوا يا جماعه لو فيها اي سواد كده او حاجه بتشيليها تقطعيها، بصي طبعا بتخلي حته من الجدر، ما تخليهاش الورقه تفرط من بعضها. بصي هي كانت ماسكه ازاي نفسها، عشان برضو احنا لسه هنديها سلقه عشان ما تتهريش مننا او اي تبوظ. بس في حاجات ما بتحتاجش سكينه اهي، كانت كويسه والله وحلوه. طبعا جنبيها نعمل بقى طبق طحينه كده، عايز تعملي بطاطس اي حاجه تنفع والله، معاها تنفع فطار لو اتفضى منها عشاء. بس طبعا يا جماعه ما ننساش نحط لها شويه كمون عشان قولنا ما يزعلش وبطننا ما تزعلش مننا، احنا نحبه بس نخلي بالنا. احنا خلصنا التقطيع بتاعه، هجيب يا جماعة حلة فيها مية واحط لها ربع معلقة كمون وربع كوباية لبن، لبن عشان يخلي لونه زي ما هو حلو، والكمون طبعا عشان بطننا ما توجعناش. الحلة طبعا تكون كبيرة، يستحسن تحطيهم كلهم مرة واحدة عشان ما يتسلقش على كذا مرة ويتهري والمية ايه تغير. يا جماعة القرنبيط بيقعد بالظبط 4 دقايق، مش عايزاه بيجروا السنة يبقى 5 دقايق بس، عدي على الساعة بتاعتك او الموبايل 5 دقايق بالظبط. عايزاه يجروا شوية يبقى 4 دقايق. بص انا قلتلكوا 4 دقايق بالظبط بايدي، عدى ال4 دقايق اهو وبطلعه. خلي بالكوا يا جماعة انا لما بطلعه عشان اوقف السلق بتاعه انا بحطه تحت الحنفية، يا اما تطلعيه في طبق فيه تلج، فيه تلج ومية، بس انا حطيته تحت الحنفية سيبت عليه مية الحنفية مفيش، في ثواني كان برد. طلعته كله برضو مرة واحدة زي ما حطيت القرنبيطاية كلها في الحلة. تستخدمي بقى حلة كبيرة يعني. خليهولك نعمل خلطة بقى النهاردة قرمشة قرمشة تعجبكم جدا ان شاء الله. بصوا بقى يا جماعة الوصفة بتاعتي، كوباية دقيق، نص كوباية نشا، معلقة بيكنج باودر، هو الكيس كان بينزل حبة صغيرين ما حطيتش كتير. بصوا بقى يا جماعة هنحط التوابل بتاعتنا، شطة، ملح، فلفل اسود، كزبرة، شوية كمون، كركم بس، وهقلبه. كركم طبعا عشان يديله لون ايه المصفر الحلو ده، مش هنزود كتير. بس في الوصفة دي انا هستخدم بيضتين يا جماعة ومج لبن كبير.
خلاص. ده المج ده 400 جرام، فهو كان 200 جرام النص، استخدمتهم على مرتين. بحط حبة حبة لاني مش هخلي الخلطة سايبة قوي، هخليها متماسكة عشان احط فيها القرنبيطة كلها واقلبها. بصوا المج اللي انا ماسكاه ده 400 جرام، نصه 200 يعني كوباية لبن، والبيضتين على التوابل دي بالظبط على كوباية الدقيق، والبقدونس دي كوباية خضرة شبت على جرجير على بقدونس، كوباية برضه. بس يا جماعة الخلطة بتاعتي بقت جاهزة، بدوقها عشان لو محتاجة ملح انا حطيت لها ملح. يعني طبعا الملح دي بتاعتك انتي، لان في ناس بتحب ملح خفيف وفي ناس بتحب الملح ايه تقيل. بصوا انا خلصت خلاص، احطها بقى في الخلطة واقلبها كويس. انا مبردها يا جماعة القرنبيط عشان ما يطراش. بصوا ماسك نفسه ازاي. طبعا للاسف ما كانش عندي الكلافزات التانية، فالكيس ده متعب جدا. بس بقى اهي زي الفل. هي الناس هتشوفها تقيلة شوية، بس لا هي كانت حلوة ويدوبك كفت بالظبط على القرنبيطة دي. يعني كل ما هتكبري القرنبيطة كل ما هتزودي الخلطة، او لو انتي مش عايزة تزوديها قوي هتزودي لها بس شوية دقيق بنفس البيضتين وشوية لبن زيادة. ما عندكيش لبن عادي على فكرة جدا تعمليها بالمية، بس انا بعزز يعني الطعم كده والمزاج بتاعها، يعني عارف اللي هو يبقى كله فايدة. بس كان الجوانتي مغلبني الصراحة. بس انا كده خلصت وبركنها، انتي عايزة تسيبيها ساعة ساعتين سيبيها. ندخل بقى على وصفة القرمشة. كوباية دقيق، نص كوباية نشا، معلقة بيكنج باودر، شوية كركم، معلقة برضو، سنة فلفل اسود بسيطة قوي، بس هقلبها. مش هحط ملح يا جماعة لان انا حاطة ملح في القرنبيط. بس دي بقى هعفر فيها القرنبيط قبل ما ارميه في الزيت. بصوا بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وقلبي القرنبيط قبل ما تبتدي ايه تاخدي منه. بصوا وانفضها كويس اهي متعفرة. واقلي بقى، خلصي كل الكمية ايه اللي عندك. مش قادرة اقول لكم بجد كان مقرمش وطعمه جميل ازاي. ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم وايديا. وهخلص كل الكمية بنفس الطريقة. هجيب من اللي عليه الخلطة اعفره في الخلطة بتاعة الدقيق والنشا والبيكنج باودر، واقلبه كويس اوي وانفضه منه عشان ما يبقاش مليان. بس طبعا الزيت يا جماعة ما تكتروش قوي الزيت، لان الزيت ده بعدها لقيتيه كويس صفيه، ما لقيتيهوش بس هو بيبقى بعدها من الدقيق خلاص محتاج يترمي، فما تكتريش الزيت برضه عشان ما يبقاش استهلاك. احنا بنحاول نوفر ما نضغطش. وطبعا في ناس تقولك انتي بتستخدمي دقيق كتير، الكلام ده كله لا، عشان تبقى مقرمشة والاولاد يرضوا ياكلوها. مش كل الاولاد بيرضوا ياكلوها. طبعا النظافة بقى انتوا عارفين، يعني ايدينا دايما تبقى في الحاجة احسن حاجة. بس هنا يا جماعة كنت بغسل مواعين. بصي انا هخليه يتقلي. حضر بقى الطبق والحاجات اللي هطلعها عليه، بس بقى بتقلبيها. عايزة بقى عندك طاسة كبيرة هتعملي كمية اكتر من كده تخلصي على طول، دي حاجة بقى ترجعلك طبعا، بس بتستخدمي المتوفر عندك. بس انا هقلي بقى الكمية كلها، انا بس هوريكم اول طاسة كده وانا بقليها، وبعد كده انا عملت الباقي كله وهوريكم ما شاء الله الكمية كانت قد ايه. وصوت القرمشة مش قادرة اقولكم قد ايه كان حلو. تسمعوا بنفسكم طبعا، وهتجربوها وتكتبوا لي في الكومنتات عملتوها ازاي. والحقوا احنا في موسم القرنبيط، عايزين نلحق ناكل منه. وفي طريقة تانية برضو هنعمل مقلوبة وهندلع نفسنا بالقرنبيط بجميع انواعه. وهعمل لكم واحدة في الفرن طريقة حلوة جدا، صينية باللحمة المفرومة تعجبكم قوي قوي قوي. بصوا ما شاء الله اهو بطلعه هو بيخروش وانا بطلعه من الزيت. بصوا يا جماعة القرنبيط، انا عايزة بس اوريكم سامعين صورة الخروشة. سامعين؟ اقول لكم بطريقة
طريقة سهلة وبسيطة. بعد ما خلصنا بقى نعمل ايه سندوتش كده حلو. سامعين صوت الخروشة؟ كتير كده. طحينة، لو ما عندكمش طحينة اقولكوا طريقة الطحينة الكتابة نعملها ازاي. يلا نقول بسم الله ونجربها. طعمه تحفة، يلا جربوها وقولوا لي رأيكم.